هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع شيان. أسعد الله صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام. مكملين معكم بفقرات عطر الصباح، ووصلنا للفقرة الحوارية يلي رح نحكي فيها اليوم عن آثار ارتفاع الدولار على الأسعار في الأسواق. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي ضيفي في الاستوديو الأستاذ رمضان حسن، الرئيس المشترك للتموين وحماية المستهلك في مقاطعة قامشلو. يسعد صباحك أستاذ رمضان. صباح الخير. بداية لو تتحدث لنا عن حالة فوضى الأسعار التي تشهدها الأسواق المختلفة في مدينة قامشلو. تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. شكرا. بدأتم بالحديث عن ارتفاع الدولار، أخذ وعطاء الدولار. كل منطقة تعاني من مشاكل اقتصادية حتما سوف تؤثر سلبا على أسواقها. لهذا السبب المعاناة في هذه الفترة هي معاناة شاملة، ليست متعلقة فقط بشمال شرق سوريا. الدولة السورية أو الوطن السوري ككل يعاني من هذه المشكلة. نحن كتموين في بداية الشهر الثالث بدأ عمل التموين مرفقا في جانبين صعبين صراحة. هم الجانب الأول هي مرض كورونا الذي هجم على المنطقة. الثاني هو بدء تطبيق العقوبات أو عقوبات قيصر على الوطن سوريا. نحن كشمال شرق سوريا جزء من هذا الوطن، لذلك سوف نعاني نحن كحكومة وشعبا سوف نعاني من هذا الجانب. بالنسبة لعمل التموين، عمل التموين هي مؤسسة محدودة تتراوح ما بين 7 أشخاص إلى 20 شخص، هذا إلى أعلى حد. 20 شخص للمدن الكبرى كمدينة قامشلو ومدينة الحسكة. ما تبقى الشعب هي محدودة. هذه الدوريات أو هذه الشعب تقوم بعملها على مدار 24 ساعة دون توقف. هنا المعادلة نقول أن هذه الشعب وهذه اللجان هي بحاجة إلى مساعدة من قبل الشعب نفسه. الشعب لها دوريات محدودة ولها أوقات محدودة تدخل إلى الأسواق تراقب. سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا. بدا واضحا للجميع مدى تأثير ارتفاع الدولار الأمريكي على الأسعار. حبذا لو تتحدث لنا عن تداعيات ذلك على حالة الأسواق. نعم، أنا ذكرت هذا الموضوع. نحن نعاني من صعوبة في دخول مواد من كافة الاتجاهات المتعددة يعني. خاصة المعابر المتعلقة بالدولة التركية. نعم. هذه المواد غالبا تأتي تتوقف على المعابر لفترات طويلة. يعني يعاني التجار وأصحاب السيارات من مبالغ كبيرة. لهذا السبب ينعكس على الداخل السوري ككل وشمال شرق سوريا على وجه الخصوص. نعم، عمليات الاستغلال ازدادت بشكل كبير في الأسواق بذريعة ارتفاع سعر الدولار رغم انخفاض سعره في كثير من الأحيان. حبذا لو تتحدث لنا عن الأسباب. ذكرت أنا دمجت هذا الموضوع. سوف أعود وأكرر النقطة بشكل أوسع. قلت يعني التموين فقط لوحده غير قادر على أن يراقب محلا داخل الأسواق.
الاستغلال يبقى يعود إلى ضمير أصحاب المحلات أو التجار ككل. نحن في التموين لنا كما ذكرت لنا جولاتنا الغير متوقفة صراحة ليلا نهارا إذا تطلب الأمر، واعتياديا أيضا هناك لنا جولات تصل إلى الساعة 4 5 بعد العصر، وأيضا جولات ليلية تتركز على قطاعي الأفران والخضار. بهذا الشكل تعمل اللجان التموينية. إذن هنا الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها كشعبة التموين بشأن ضبط الأسعار في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. الإجراءات بالنسبة للغلاء وبالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة، كما تذكرون الإدارة الذاتية الديمقراطية أعلنت الدعم للمواد الرئيسية من المواد الغذائية لكي لا تخضع لارتفاع أو الاستغلالية من قبل الناطقين باسم الدولار. يعني نعم. بهذا الشكل نقدر أن نعطيها تعريف يعني. على هذا الأساس وحتى هذه اللحظة في غالبية مدننا تم فتح استهلاكيات من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية لكي يحصل توازن داخل الأسواق. كون المنطقة إذا لم تكن مستقرة اقتصاديا، مهما كان حجم المؤسسة ومهما كانت قوة المؤسسة لوحدها لن تكون يعني كافية لردع المستغلين، لردع المتجاوزين. لذلك أنا ذكرت أنه أي مؤسسة لكي تكون قادرة على إتمام المهمة بالشكل المطلوب هناك يتطلب مساعدة من قبل الشعب نفسه يعني. إذن ضمن هذا الموضوع زملائنا حضروا استطلاع رأي الناس عن هذا الموضوع، خلونا نسمعه سوا وبنرجع معكم. والله بالنسبة للأسعار لا زالت عالية رغم ضبط التموين وتخفيض الدولار شيئا فشيئا، ألا أنها بقيت عالية كثيرا مقارنة مع المواطن الفقير. فنرجو من الجهات المعنية والتموين ضبطها أكثر فأكثر قدر المستطاع. صراحة الأسعار غالية كتير، يعني بالسوبر ماركت غاليين والسوق كتير غالي وأسعارهم خيالية. يعني إذا الدولار كان غالي فبيبيعون غالي، وإذا الدولار يرخص فبيقولوا يعني إحنا اشتريناهم غالي فنبيعهم غاليين. بالنسبة للأسعار، أولا متوقع ما له دخل بالدولار، هي الأسعار بيد التجار. التاجر لما بده ينزل السعر بينزل، لما بده يرفع السعر بيرفع السعر. أحيانا الدولار لما بينزل الواحد بيسأل ليش ما نزل السعر، بيقول لك إنه والله ما له دخل الدولار، نحن اشتريناه بالغالي فبدنا نبيع بالغالي، ولما بيرتفع الدولار ليش غليتوه؟ ارتفع الدولار. يعني ما له دخل بالدولار ولا دخل، هي لعبة تجار بالسوق، وبعمر التموين ما فات على السوق ولا ضبط الأسعار. فهاد حال السوق عنا الحمد لله، يعني لا التموين بيطلع ولا في مراقبة بالسوق من قبل التموين، واللعبة لعبة التجار. لما التجار بدهم يضبط السوق بيضبطوه، ما له دخل بالدولار، وبدهم يضبطوا الدولار بيضبطوه كمان بنفس الوقت. أنا أشوف الأسعار كتير مرتفعة، حتى لو نزل الدولار أو ارتفع عن الدولار بيضل مثل ما هي أسعار. في تلاعب كتير كبير من تجار الأزمة، يعني يلي موجودين هون تجار المواد الغذائية أو الألبسة أو غيره. الدولار بيطلع 50 ليرة بيزودوا هن مثلا بيزودوا كذا 1000 ليرة على الموضوع، على مثلا طرد المرتديلا أو قطعة ثياب هيك. يعني كتير الموضوع زاد عن حده. يعني مثل ما بتعرفي الأسعار صايرة نار والمعيشة صعبة،
وتاجر بيلعب على كيفه، لا في لا رقابي يتدخل ولا يحكي ولا يحس بالمواطن ولا كيف بده يعيش حاله. وانت بتعرفي يعني نحن على ابواب الشتاء، وهن يعني ما حاجتهم لا دولار ولا شيء، يعني مع انه بيصير هبوط بالدولار السعر بيضل مثل ما هو. بالعكس بهن يرفعوا سعر من عندهم بلا ما يدخلوا ولا يحكوا عن دولار ولا شيء، ولا حدا بيحس بحدا تاني. وبصراحة نحن بدنا نوصل صوتنا للمسؤولين، يعني نقلوا الرجاء أن تدخلوا. العالم صعبة، يعني هالاستهتار من الرقابة والتفتيش يعني بتخلي العالم وبتخلي الناس تغلط وتبدأ سرقة. بالنسبة للأسعار ما عم نلاقي أي انخفاض فيها، بالعكس هي بارتفاع مستمر وبدون رقابة وتفتيش. سمعنا أستاذ رمضان آراء الناس حول الموضوع. البعض قال أنه المشكلة بإيد التجار، البعض قال أنه التموين ما عم يدخل أبدا على السوق. شو تعليقكم على هذا الموضوع؟ كل الاحترام لأخونا المواطن. نحن منفتحين على من حق المواطن أنه ينتقد أي عمل من أعمال المؤسسات صراحة، لكن كمان كل الاحترام لهم أنه ما في تموين. لا أعرف لماذا. ممكن عدم استقرار الدولار وارتفاع المواد بشكل دوري بالفترة الأخيرة، خاصة الأسبوعين الأخيرين، هو السبب بهذه الانتقادات. بعض النقاط التي طرحت صراحة هي منطقية. بالنسبة لارتفاع الدولار، في حال ارتفع الدولار وفي حال نزل عدم عودة الأسعار أو عدم انخفاض الأسعار، خلينا نقول أنه عم يصير بعد احتكار من قبل التجار. ولكن سنعود لهذه النقطة. معنا تليفون. ألو، صباح الخير. ألو، صباح الخير. ألو، فينا نحط الهيدفون إذا بتحب. صباح الخير. ألو. ألو، صباح الخير. يا صباح النور. شلونكن يا أبو؟ يا أهلا وسهلا. عم أسمع من البداية والله كلام معقول يعني. بالنسبة هدول الآراء اللي هاي في شيء قالوا مزبوط وفي شيء ما قالوا مزبوط. أنا دكانتي بالحارة والله إجوا يمكن إجوا 10 مرات. وفي شغلات هاي أنذروني، وفي ناس كان بده يخالفوني كمان، بس عرفوني هاي قال لي هاي ما بيصير تحط أسعار. وقلنا لهم الدولار غلي ما غلي اليوم ينزل ما نقدر نحط أسعار، قال لازم تحط أسعار. يعني هالشاب اللي حكى هلا من شوي ما بعرف والله، يعني بيتي بالحارة اجوا يمكن 4-5 أيام، 5 مرات 6 مرات اجوا. هاي وحدة. يعني حضرتك شو بتشتغل أبو سامي؟ أنا عندي محل. محل بيع. إيه. وبتحط لائحة الأسعار التموينية؟ ايه وانذروني حتى قلنا لهم يا أخي الدولار يعني مو محدد، يعني هاي قالوا ما بيصير بدك تحط أسعار. وحطينا أسعار حتى بالشنيار حطينا، قال لا في اوراق هيك وتحطوا هاي كمان. والله جماعه طلعوا كويسين معي، يعني ما خالفوني كمان، المفروض كان يخالفوني كمان مو مشان الاسعار، بس قالوا لا ليش ما تحط الاسعار هاي. يعني اجوا 4-5 مرات. تموين عم بيجي يعني معهم بنات ومعهم شباب وهاي عم بيجوا عن غفله، يعني بيوقفوا الظال مكان بعيد حتى الانسان ما أبو سامية. بس الشكوى تبعك لو سمحت. الشكوى تبعي بالنسبة للدولار، عم يقولوا الدولار عالمي، الدولار مو بس علينا، يعني دولار من عالمي كمان. مثل ما أقول في هذا ناس قالوها إنه الدولار لما يغلى 50 ليرة فرضنا مثلا بيعلوا المادة 100%، ما بعرف قد يغلى، ولما ينزل 100 ليرة كمان ما بينزلوها. نحن بالنسبة لنا المواد اللي عم نشتري ما عم بينزلوا شيء، إن كان من الدخان للمواد الغذائية، يعني ما لما ينزل الدولار ما عم ينزلوا شيء. أما بالنسبة للتموين والله تموين برافو والله عم بيدور كتير عم بيدور. يعني صرنا مو نخاف، حذرين، يعني مو بالنسبة لي، يعني غيري كمان حذر من التموين، سيحسب له حساب
ويحط الاسعار اللي اسمه انه ما يدور. لا والله التموين عم يدور. ابو سامية، بتحط النشرة التموينية بتمشي على السعر، ولا بعض التجار بيقولوا انه هي نشرة التموين ولكن نحن بدنا نبيعها حسب الدولار؟ والله انا هلا نزل المواد، انا عندي زيت نفس السعر. امبارح اجى واحد اخذ 4-5، قلت له اكثر ما اعطيك. هاي تسعير التموين، قال مقبوله. يعني تسعير التموين هن اللي حطوه، يعني كل العمليه كلها تفرق يا 50 يا 100 ليره. يعني انا اذا اشتريته من رخص وغلي الدولار والله ما اخسر. هاي كمان لازم يكون في رحمه كمان، يعني انه للمواطن كمان واحد لازم يطلع يعني شوي. شكرا كثير لك ابو سامية. سلام. اهلا وسهلا. إذا نعود أستاذ رمضان، كنا قبل التليفون عم نحكي عن بعض الأشخاص اللي كانوا عم يحكوا عن تفاوت الأسعار. بعضهم قال أنه بسبب التجار، وبعضهم قال أنه الشعب التموينية ما عم تدخل على الأسواق. تفضل. كنا قد ذكرنا تفاوت بالأسعار. أحيانا تكون التفاوتات بالأسعار هي إجبارية. كون سعر صرف الدولار كما ذكرت بالأسبوعين الأخيرين متسارع في الارتفاع، وأحيانا متسارع بالهبوط. هذا الجانب صراحة يسبب أحيانا مشاكل بالنسبة لعملية الشراء والبيع. لكن أن يؤثر بشكل كامل كما ذكر أحد المواطنين وعدم وجود تموين، هذا الجانب ذكرت أنا ببداية البرنامج، نقطة الضمير. كما ذكر المواطن الذي قام بالاتصال معكم، التموين وصل إلى درجة يتعرض إلى ضغوطات حتى من المجالس والكومينات بسبب الضغط الزائد في الفترة الأخيرة. التموين هنا لا يقصر بالعمل، التموين دائما بالأسواق. لا أعرف في أحد المواطنين ذكر أنه لم يرى تموين، وتموين يعني لا يوجد بالأسواق تموين. أتوقع أن هذا الشخص ليس في شمال شرق سوريا، يعني هذه توقعاتي. لكن بالنسبة لنقطة الاحتكار والاستغلال، أنا ذكرتها في البداية. هناك احتكارات، هناك استغلالات. ليأتي أي مواطن يدعي أنه لا يوجد تموين، ليأتي لزيارة أي شعبة كانت من شعبنا في المقاطعتين، ليأتي إلى مكاتب الإدارات العامة وليطلع على عمل التموين. إذن هنا لنتحدث عن آلية مراقبة الأسعار ومتابعتها من قبلكم. آلية عمل مراقبة الأسعار هنا بداية هناك مكتب تحديد تسعيرة في الإدارة العامة للتموين وحماية المستهلك في إقليم الجزيرة. هذا المكتب يعمل على دراسة كافة المواد الداخلة إلى الشمال الشرق السوري. هذا من جانب. الجانب الثاني المواد المنتجة محليا داخل مدن شمال شرق سوريا. بهذا الشكل تعلن أسعار يومية أحيانا، وأحيانا كل يومين أو 3 أيام. بالنسبة للمواد الغذائية وبالنسبة للخضار هي أسعار يومية. هذه اللوائح تسلم إلى الشعب التموينية في المقاطعة، يبدأون بعملهم من الصباح حتى المساء بالنسبة للمواد اليومية الغذائية التي تمس أو احتياجات المواطن بشكل مباشر. وهناك أيضا أسعار للخضار تعمل الشعبة على مراقبة السوق المركزي وتحديد التسعير له، ثم توزيعها إلى الشعب المتبقية. بالنسبة للرقابة داخل المدن الصغيرة،
يعني على أقل تقدير هناك دوريتان داخل المدن باعتبارها مدن صغيرة. أما بالنسبة لمدينة قامشلو وبشكل يومي 6 مجموعات، 6 دوريات تقوم بعملها داخل الأسواق. تعمل هذه اللجان على أساس قوانين تخص عدم تعليق التسعيرة، تخص السعر الزائد، وأيضا تخص المواد المنتهية الصلاحية. هذه اللجان عملت بالبداية على انذار الأسواق، عملت على توعية الأسواق لفترة محدودة قبل إعلان العمل، ومن ذلك الحين حتى هذه اللحظة تمت مخالفة يعني غالبية المحلات والأفران بسبب زيادة السعر تحديدا، كونهم قاموا بعضهم قاموا بتجاوز التسعيرة المحددة من قبل مكتب الدراسات للإدارة العامة. إذن هنا نوع المخالفات التي تصدرونها بشأن التجاوزات التي تحدث بخصوص ارتفاع الأسعار. قانون التموين هو تدريجي. ذكرت أنا في البداية يتم الإنذار، لاحقا تتم مخالفة المادة إذا كانت زائدة في السعر ب3 أضعاف قيمة المادة لتكون رادع لعدم استعمال الغلاء. في المرة الثانية تكرر المخالفة لضعفي. في المرة الثالثة تكرر ل3 أضعاف المخالفة، وبالمحصلة يحال إلى القضاء ليتم إغلاق محل إذا كان غذائية أو غيره، يتم إغلاق المحل من شهر إلى 3 أشهر ليكون رادعا أيضا لعدم ارتكاب تجاوز لتحديد الأسعار أو المواد الأخرى. إذن أستاذ رمضان رح نتوقف فاصل صغير ونرجع. هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع شيان. من جديد يسعد أوقاتكم متابعي ومستمعي إذاعة بوير FM على الموجة 103.5، ويسعد أوقاتك مرة تانية أستاذ رمضان حسن الرئيس المشترك للتموين وحماية المستهلك في مقاطعة قامشلو. قبل الفاصل كنا نتحدث عن نوع المخالفات التي تصدرونها بشأن التجاوزات التي تحدث بخصوص الأسعار. هل لديكم إحصائيات رسمية حول عدد هذه المخالفات؟ حبذا لو تذكرها لنا. يعني كما ذكرنا أثناء الحديث، بسبب بعض المستغلين وبعض المحتكرين يعني وصلت المخالفات، يعني تجاوزت 4000 مخالفة داخل المقاطعة. تجاوزت 4000 مخالفة حتى هذه اللحظة، يعني بفترة لا يزيد عن 6 أشهر، 5 أو 6 أشهر كما تعلمون.
هي متنوعة طبعا، ليست يعني لا تتركز فقط على زيادة الأسعار. هي متنوعة بالنسبة للبنود الأخرى التي ذكرناها، عدم تعليق الأسعار والمواد المنتهية الصلاحية. نعم. بهذا الشكل يعني 4,000 تقريبا مخالفة حتى هذه اللحظة. ما هي الجهات التي تتعاونون معها بشأن عمليات ضبط الأسعار ومراقبتها؟ كما تعلمون الإدارة الذاتية بنيت أو تم إعلانها على أساس شعبي ككومينات ومجالس داخل شمال شرق سوريا، وغير أيضا المجالس والكومينات. هناك اتحادات لكافة أصناف المواد الغذائية والصناعية والزراعية داخل شمال شرق سوريا. نحن كتموين عند بداية التموين الأعضاء أو الطاقم التمويني الذي بدأ بالعمل هو أساسا كان من ضمن هذه الكومينات والمجالس. من خلال الكومينات والمجالس هناك لجان أيضا اقتصادية داخل الكومينات والمجالس تقوم بمؤازرة التموين وإعلام التموين عن حالات التجاوز إذا ثبتت أو حصلت. ثانيا أيضا يتم التنسيق مع الاتحادات التي تم تشكيلها لكافة الأصناف ليتمكن التموين من معرفة أماكن أو مستودعات الخاصة بهذه المواد. بهذا الشكل، بهذه الآلية يقوم التموين بالتنسيق مع هذه الاتحادات، وأيضا كما ذكرنا مع الكومينات والمجالس لتسهيل العمل ولفرض سيطرة عمله على أو داخل هذه المدن. نعم. يشتكي البعض من عدم وجود مراقبة من قبلكم على المحال ضمن الأحياء السكنية، بماذا تعلل ذلك؟ في بداية الأمر كما ذكرنا يعني كان بدأ حظر التجوال في الشهر الثالث. في تلك الفترة لم تكن المحلات مفتوحة سوى المناطق المأهولة سكنية يعني الأحياء. لذلك تركز عمل التموين بالبداية على الأحياء. يعني كما ذكرت أنا نحن نتقبل انتقادات المواطن كوننا مؤسسة جئنا وتشكلنا لأجل حماية المواطن. هذا حق مشروع. أي مواطن له الحق بالانتقادات وطلب حقوقه من هذه المؤسسة. لكن ادعاء عدم وجود التموين بالأسواق أو عمل التموين لا أعرف. هذا أيضا هو تجاوز على حق هذه الشعبة الذين هم صراحة شباب وبنات لا يتوقفون يعني ليلا نهارا وجاهزون متى ما طلب حتى إذا كانوا في منازلهم وقت الراحة جاهزون متى ما طلب للخروج ومداركة أي موقف أو يعني مستودع أو محل أي تجاوز يعني بشكل عام. أستاذ رمضان، لو تتحدث لنا عن المعايير التي تعتمدونها في تحديد قوائم الأسعار. بالنسبة لقوائم الأسعار أنا ذكرت هناك مكتب تحديد تسعيرة يقوم بالتواصل مع المعابر اللي مدخل معبر أو معبر السيمالكا أو الوليد، والطرف الثاني معبر الطبقة، وأيضا وصولا إلى مدينة منبج. بهذا الشكل يتم التوقف على المواد الداخلة إذا كانت غذائية أو صناعية. بهذا الشكل يتم التوقف عليها بلجان مشتركة مع غرف التجارة والصناعة كما ذكرت، وأيضا من خلال الاتصال مع الداخل السوري إذا كان مناطق دمشق أو طرطوس
بخصوص مادة الفروج أو البيوض أو ما شابه. يعني بهذا الشكل تعمل أو يعمل هذا المكتب بهذا الشكل على تحديد تسعيرها وتسليمها إلى الشعب المعنية. إذن هنا إلى أين يمكن أن يتوجه المواطن في حال وجود شكوى لديه؟ وهل لديكم أرقام يمكن أن يتواصل من خلالها المواطنون للإبلاغ عن الشكاوى فيما يتعلق بالأسعار؟ يعني مثل ما بنقول بالعامي رقم ساخن. أيضا بداية عمل التموين، بداية إعلان التموين تم تخصيص لكل شعبة رقم ساخن. هذه الأرقام من ذلك من الشهر الثالث حتى هذه اللحظة الأرقام موجودة ومفتوحة على مدار 24 ساعة. هذا بالنسبة للاتصال الساخن أو الاعتيادي. يعني حتى بالآونة الأخيرة منحنا أرقام إضافية أخرى هي خاصة لنا لوصول المواطن بشكل أسهل وأسرع. لو نذكر بعض الأرقام منها لو سمحت. بالنسبة لمدينة قامشلو يعني تريدون الرقم؟ بالنسبة لمدينة قامشلو هو 0931 855 142 يعني 142. هذا بالنسبة لشعبة تموين قامشلو. والشعب الأخرى أيضا لها أرقامها الخاصة جاهزة يعني على مدار 24 ساعة الاتصال. هذا جانب الاتصال. الجانب الآخر ومن خلالكم شعبة قامشلو متواجدة مقابل مركز الثقافي أو محمد شيخو سابقا الحديقة العامة. هنا مركز شعبة قامشلو ومركز إدارة المقاطعة وأيضا مركز الإدارة العامة. يعني للتعريف يعني لكي يقوم الأخ المواطن الذي ذكر أنه لم يرى تموين بالتفضل إلى هذه المراكز والنقاش وقول ما يريده. يعني. ختاما كلمة أخيرة دوما نقولها وكما أيضا من خلال بوير FM نكررها. مهما كانت المؤسسة كما ونوعا ضخمة كبيرة سوف تظل بحاجة إلى دعم ومساندة المواطن. لذلك نقول نتوجه إلى أخوتنا المواطنين ليس فقط في مقاطعة قامشلو، في كامل شمال شرق سوريا، مساندة شعب التموينية بهذا الخصوص لنتمكن سوية التصدي للمستغلين والمحتكرين في هذه المرحلة ونكون لهم من الشاكرين. كون هذه المؤسسة هي مؤسسة أساسا جاءت لخدمتهم. فقط التموين لوحده سوف يراقب بعض المناطق لكن يبقى بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم. وأنا أيضا ختاما أود أن أتشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ رمضان حسن الرئيس المشترك للتموين وحماية المستهلك في مقاطعة قامشلو. شكرا جزيلا لك. وأيضا أود أن أشكر متابعين ومستمعي إذاعة بوير FM. فقرات عطر الصباح مكملة معكم ولكن بعد الفاصل. هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع شيان.